السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا دلوقتي انا في الساحل، بس الساحل الطيب مش الساحل الشرير يا جماعة. كلنا شفنا الفيديو او شفنا الصورة بتاعت المنتدى بتاعت ابو زياد اللي اولاده راحوا له اخيرا بعد سنين كتير قوي 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 راحوا له. فالحمد لله ان دي حاجة حصلت اخيرا بعد كتير قوي صراحة، وكل الناس اللي شافت الصورة فرحت واتبسطت لان المشكلة مش اتحلت للاخر، بس بقت فيها يعني تساهل شوية في الموضوع، ان الاولاد ممكن تيجي تحضر تروح تيجي، ما حاجة ما حصلتش قبل كده يعني. فصراحة المنتدى كان حلو جدا امبارح، والناس كلها ما شافته انبسطت يعني. اتفاجئوا، كل الناس اتفاجئت خصوصا بعد مكالمة التليفون اللي كانت بعد مع محمود وسحر والحاجات دي، اكيد انتوا كلكم عارفين القصة. فالناس كلها اتفاجئت صراحة يعني، بس كان خبر حلو. شفنا ناس كتير طلعت علقت على الموضوع، وبينهم مدام هناء. صراحه الفيديو بتاعها كان حلو جدا، اللي هي مغتربه في فرنسا. الفيديو بتاعها كان حلو جدا جدا، اللي هي كانت طالعه مبسوطه طبعا، لان مدام هناء كانت بتتكلم في الموضوع ده كتير قوي، وكانت بتنادي الموضوع ده كتير قوي. فلما حصلت بقى كانت طالعه مبسوطه جدا جدا، وكان الفيديو بتاعها برده حلو جدا واتفرجنا عليه كلنا وكان جميل صراحه. في حد هيقول لي طب انت ليه بتقولي ان انت بتقولي الساحر الطيب مش الساحر الشرير؟ لسبب بسيط قوي، بغض النظر عن قصه الفلوس والتكلفه والحاجات دي بتاعت الساحر الشرير. الساحر الشرير في حاجات ما تناسبش معايا، لان انا عيالي في سن معين دلوقتي، ففي حاجات ما تناسبش بقى، لان في لبس مايوهات شكل غريب، في تصرفات غريبه، في حفلات اغرب، في حاجات كتير قوي فمش هتناسب، فمش هيعرفوا ياخدوا راحتهم، وانا هبقى مقعداهم ومش عايزاهم يتحركوا، اوعوا اوعي ولا ما ينفعش. طب وعلى ايه؟ ما ماله هنا، ما هو حلو اهو، هم مبسوطين والدنيا كلها حلوه ولطيفه وخلاص. مش لازم يعني نروح للحاجه اللي عشان الناس كلها بتروح، الناس اللي بتروح نعمل زيهم، مش لازم. انا ما بحبش اجي في اول الاجازه عشان الدنيا بتبقى زحمه قوي، فانا دايما باجي في اول شهر، اول اسبوع في 9 كده، الدنيا بتبقى فاضيه زي ما احنا شايفين، مفيش حد يعتبر، او لو في بيبقى ناس بسيطه قوي يعني، لان في اول الاجازه كله بيبقى عايز يروح وكده، فبتبقى الدنيا زحمه خالص. لو انتوا جايين مش فندق يعني، مش نازلين في فندق، نازلين في شاليه، حاولوا على قد ما تقدري ان انت تجيبي الاكل معاكي معمول جاهز، معمول يعني يا دوبك بس على التسخين، تحطيه في الميكرويف، تحطيه في الفرن، يبقى ايه، اتعمل على طول. انما جو ان انت لسه هتبداي تعملي الاكل مش هينفع، هتبقى الموضوع صعب قوي. او لو انت هتشتري اكل جاهز، لان في المصيف الدنيا كلها بتبقى متشقلبه، المواعيد الصحيان والنوم بيبقوا مختلفين، كل حاجه بتبقى مختلفه. فكون ان انت بقى اليوم عندك مقلوب ومش متظبط ولسه هتقفي في المطبخ تعملي اكل، هي صعبه. يعني انت لو هتعملي كبده، هاتي الكبده معموله معاكي جاهزه، كل اللي هتعمليه ان انت هتحطيها بس تسخن او حاجه زي كده وخلاص، هتطلع معاكي كويسه. فدي بتفرق جامد جدا في المصيف كله. هتقولي طب ما انا ممكن اجيب ايه يعني، ما انا مفيش اكلات اجيبها ومتشاله معايا. لا، انت مثلا هاتي معاكي حواوشي، حطي الحواوشي في العيش وكل حاجه وجاهز، وحطي في الفريزر وهاتيه متلج معاكي، حطيه بس في الفرن يسخن وخلاص، يستوي في الفرن وخلاص، مش هتعملي فيها مجهود، يا دوبك هتطلعيه من الفرن من الفريزر وتحطيه في الفرن، فدي حاجه بسيطه. حاجه تانية، هاتي معاكي صينيه مكرونه بالبشاميل جاهزه. هتقولي لي ايه ده، ازاي اجيبها معايا؟ ازاي؟ عادي خالص، اعمليها وحطيها في الفريزر، بس ما تسويش المكرونه قوي، خليها نص سوا. ولو انت جايه اول ما تيجي هنا الشاليه وتبقى عايزه تسويها، طلعيها حطيها في الفريزر اول ما توصلي، اول ما تيجي تسويها طلعيها وحطيها على طول في الفرن وهي سخن، وهي بتلجها، ما تسيبهاش بره تفك، هتبقى برده معاكي حلوه قوي ومش هتفرق في اي، اكنك لسه عاملاها دلوقتي. وممكن بس ما تحطيش الجبنه بقى، لو هتحطي جبنه على وشها ما تحطيهاش غير ساعه ما تيجي تدخليها الفرن، يعني خلي الجبنه في الكيس لوحدها. فدي اكلتين اهو ممكن يحلوا معاكي يومين. حاجه برده الكفته، هاتي الكفته معموله جاهزه، هاتي الكفته وصبعيها يعني في البيت وحطيها في طبق، وهاتيها جاهزه متصبعه جاهزه وحطيها في الفريزر، وهتيجي هنا برده تحطيها في الفريزر اول ما توصلي، هتطلعيها هتحطيها في الفرن وهي بتلجعي كده، فادي معاكي الكفته جاهزه مش محتاجه. انا كل شويه ببص ورا بس عشان ايه، العيال لوحدهم في الميه، فايه ببص عليهم كل شويه يعني. هتقولي لي طب احنا هناكل ايه مع الكفته؟ الكفته ممكن تاكليها مثلا، اعملي رز بسمتي برضو، سوي الرز البسمتي وسيبيه يبرد وعبيه في اكياس او في فويل، اللي هي اطباق الفويل اللي بتخش الفرن دي، او في اكياس عادي، وهاتيها معاكي. كل اللي هتعمليه لما تيجي برضو هتدخليها الفريزر على طول عشان ما تلحقش تفك، ولما تيجي تحتاجيها طلعيها دخلي الميكروويف يفك، او دخلي الفرن يفك اي شكل، برضو يبقى معاكي رز وكفته اتحلت، او رز وتاكليه مع تعملي فراخ، تبلي الفراخ وهاتيها متبله جاهزه برضو، هتخش الفرن هتطلع برضو تستوي على طول. فدي معاكي رز بسمتي تاكليه مع كفته، تاكليه مع فراخ.
هقول لك اكله بقى ما حدش يتوقعها خالص. المحشي، اعملي محشي البتنجان عادي خالص، محشي الفلفل عادي خالص، وسويهم وسيبيهم يبردوا عادي خالص، وبعد ما كده حطيهم في الطبق في الاطباق او في العلب الحفظ بتاعتك ايا كانت، بس حطي بين كل طبقه والتانيه كيس مشمع ماشي، وحطي وتلجيهم وهاتيهم برده متلجين معاكي، واول ما توصلي دخليهم الفريزر عشان يبقوا متلجين، وقت ما تيجي تستعمليهم طلعيهم دخليهم الميكرويف على طول، او لو ما عندكيش ميكرويف دخليهم الفرن، تبقى انت حطاهم في اطباق فوم، لا اطباق فوم ايه، اطباق فويل اللي بتخش الفرن وتخش على طول الفرن وتطلع هتاكلي محشي اكنك لسه عاملاه. فدي فكره حلوه قوي. بصي هي في حاجه برضو ممكن تعملوها تسهل عليكم كتير قوي، عشان انا بشوف ناس بتتبهدل كتير قوي في المصايف في عمايل الاكل وكده، ويلا وناخد البانيه والمكرونه. على فكره البانيه والمكرونه عمايله غلبه برضو، يعني انت هتقفي تقلي البانيه وطاسه وزيت وتعملي الصلصه والمكرونه، مش سهل يعني زي الناس ما هي فاكره. انت عارفه ميعاد المصيف وعارفه هتيجي امتى، قبل ما تيجي المصيف بكام يوم كل ما تعملي اكله في بيتك من الاكلات اللي انا قلتها دي زوديها شويه، يعني لو هتعملي فرخه في البيت وتشويها خليهم فرختين، فرخه منهم كلوها في ساعتها في الوقت اللي انت فيه قبل المصيف بكام يوم، والفرخه التانيه اللي تبليها وشيليها على الفريزر على طول، يبقى انت كده كسبتي اكله وما شلتيش همها، ما انت كده كده بتعملي. طب بتعملي كفته برضو قبل المصيف بكام يوم، اعملي بدل ما انت بتعملي كيلو ولا نص كيلو زودي عليه شويه كمان، شويه كلوهم وشويه على الفريزر على طول. رز بسمتي نفس النظام، كل ما تعملي اعملي شويه وشيلي شويه، اعملي شويه وشيلي شويه. هتيجي بقى وانت رايحه المصيف تفتحي الفريزر بتاعك تلاقي الكفته وتلاقي الفراخ وتلاقي الرز وتلاقي كل الحاجات دي، هتبقى بالنسبه لك الموضوع ما فيهوش اي مشاكل. في قرى كتير حلوه يا جماعه في الساحل الطيب اللي هو في بدايه الساحل خالص، من كيلو 30 40 تقريبا حاجه كده، زي مثلا قريه داليا، في قريه زمردة ومراقيه، دول من قديم بقى قديم خالص. مراقيه وزمردة زمان كان اللي يحجز شاليه في مراقيه، يا انا حجزت شاليه في مراقيه الحقوا فيلا المراقيه نزلت، فطبعا دي حاجه قديمه قوي يعني، بس حلوه زي ما هي اللي عايز يروح. في داليا، في زمردة زي ما قلنا، في مراقيه، في مصر للسياحه، في ايه تاني، في كتير بس انا مش فاكره دلوقتي كلهم، يعني كل ما افتكر حاجه هقولها لكم. في حاجات كتير حلوه ما فيهاش مشاكل، ادي انا بقول لكم اهو القريه حلوه وجميله وفاضيه ومفيش زحمه ومفيش ناس تعمل زحمه. عارفين مراقيه دي كانت اتقالت عنها في فيديو ايه افكركم، فيلم ايه، فيلم الراقصه والسياسي بتاع من نبيله عبيد. كانت نبيله عبيد بتقول للوزير تقريبا او حاجه زي كده، مش فاكره كمان بالظبط بس كان حد مهم يعني، بتقول له على فكره فيلا المراقيه نزلت وانا ما لحقتش احجز، قال لها اعتبريها اتحجزت. فكانت حاجه كبيره قوي ان يعني مراقيه نزلت، الفيلا نزلت، الناس رايحه مراقيه ولا اكنها الساحل الشرير زمان يعني دلوقتي. يعني شوفوا كده حد بيقول لك انا رايح مراسي، كان زمان رايح مراقيه دي انت رايح ايه بقى، دلوقتي الناس بقت تجيبهم على جنب تقول ايه ده دي الساحل الطيب، لا حلوين وفاضيين والاسعار يعتبر معقوله يعني. طيب يا جماعه خلاص كده انا هسيبكم بقى علشان همشي خلاص، الساعه داخله 12 اهي، بقالي كتير قوي وتعبت بقى اروح بقى شويه، واشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.